قطر متخصص لصفوة المجتمع والأثرياء بيختفي في ظروف غامضة، والركاب بيظهروا قبل الواقعة ب71 سنة بشكل غريب جدا. أكيد حضراتكم هتحسبوا إننا بنحكي قصة خيالية أو فيلم رعب، لكن أحب أقول لكم إنها قصة حقيقية محدش لقالها تفسير لحد النهاردة. لو حضرتك من عشاق القضايا الغامضة والظواهر الخارقة للطبيعة أكيد هتستمتع بالحلقة دي. أهلا بحضراتكم أعزائي ومشاهدي قناة أبولو في حلقة جديدة وفيديو جديد. بس قبل ما نروح للتفاصيل بتمنى من حضراتكم تدعمونا بلايك وشير للفيديو، ولو مشترك بتمنى تضغط زر الاشتراك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. في نهاية القرن ال19 وبداية القرن ال20 كان العالم بيشهد ثورة صناعية كبيرة خاصة في مجال وسائل المواصلات، وكانت شركة ريترو ستيم ترين الإيطالية من أكبر الشركات المصنعة للقطارات، واللي عملت أكبر حملة دعائية وقتها بتدعو فيها أثرياء إيطاليا عشان يقضوا رحلة أسطورية ملهاش مثيل من روما لميلانو عن طريق أفخم قطر على وجه الأرض. وكمان أكدت الشركة إن تذكرة القطر دي مش هيقدر يشتريها إلا أفضل فئة في المجتمع، وبالفعل اتسابق رجال الأعمال والكبار والأغنياء عشان يشتروا التذاكر، ومحدش كان عارف إيه اللي مستنيهم في القطر الملعون ده. اتحرك قطار زانيتي سنة 1911 وكان على متنه 106 راكب مبسوطين إنهم قدروا يشتروا التذاكر. وبعد ساعات قليلة وصل القطر لنفق جبل لومباردي واللي كان طوله 1 كيلو متر. القطر دخل النفق وما خرجش لحد النهاردة. أيوة زي ما سمعت، القطر اختفى داخل النفق. الشرطة الإيطالية فضلت تبحث عن القطر في كل مكان في إيطاليا لكن مفيش فايدة. حاجة تجنن فعلا، حتى لو القطر عمل حادثة كان لازم يلاقوا آثار تحطم وكأن الأرض انشقت وبلعته. لكن من حسن الحظ إن 2 من الركاب قدروا ينجوا من الواقعة، والكل اعتقد إن لغز اختفاء قطر زانيتي خلاص اتحل وال2 ركاب هيقولوا اللي حصل. لكن ال2 ركاب قالوا كلام زاد الغموض غموض. كان ال2 ركاب في حالة هلع ورعب شديد جدا وكأنهم شافوا عفاريت، لكن بعد ما فاقوا من الصدمة قالوا للشرطة إن القطر لما قرب من النفق شافوا سحابة بيضة كثيفة غطت القطر كأنها دخان أبيض، وبدأت السحابة تدخل القطر وتزيد أكتر وأكتر. بعدها تحولت السحابة لمادة لزجة. وقتها الركاب فضلوا يصرخوا وحسوا بالرعب. وبالنسبة لل2 ركاب الناجيين فكانوا قاعدين جنب شباك مفتوح وقدروا ينطوا من الشباك وشافوا القطر بيختفي قدام عينيهم. السؤال اللي محدش عارف يجاوبه لحد النهاردة هو إيه اللي حصل وفين القطر زانيتي وإيه هي السحابة البيضة اللي غطت القطر. لكن حصل مواقف غريبة أعتقد إنها مرتبطة بالواقعة واللي كانت أكتر غموض. سنة 1840 يعني قبل الواقعة ب71 سنة حصل شيء غريب جدا بعيد عن إيطاليا. كان في المكسيك لما ظهر 104 شخص لابسين هدوم غريبة وتم القبض عليهم، ولما اتسأل انتوا مين جاوبوا كلهم نفس الإجابة: احنا جايين من روما وكنا راكبين قطر. لكن الفترة دي ما كانش فيه سكة قطر بتربط بين البلدين وافتكروا انهم مجانين. الواقعة التانية كانت في أوكرانيا لما بيوتر أوستمينكو، وده كان عامل في السكة الحديد واللي كانت وظيفته انه بيراقب الإشارات، شاف قطر ملهوش سواق ومكون من 3 عربات والشبابيك متغطية بالستاير وما كانش ليه سجل انطلاق أو ميعاد وصول. ودي كانت نفس مواصفات قطر زانيتي، ولحد يومنا ده محدش قادر يفسر ظاهرة قطر زانيتي الغامضة. لو عجبك الفيديو أتمنى تضغط لايك، ولو مش مشترك في القناة أتمنى تضغط زر الاشتراك الموجود أسفل الفيديو وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد.